بدأ بالتنبؤ. المشكلة الموضوع دوت ان احنا كل واحد فينا بيكون صورة ذاتية لنفسه، مش بس في الطباع، صدقيني حتى في الشكل. انا شكلي ايه؟ الناس اللي عندهم مشاكل في شكل جسمهم، كل ده تكون صورة في ذهني عن جسمي، بس برضو صورة عن ثقتي بنفسي، شخصيتي، الناس بتشوفني ازاي. كل الصورة الذاتية دي بتتكون من نظرة أهلي ليا ونظرة صحابي ليا، بس الأهل واللغة اللي مهمين، هم بيستعملوها كمان. واللغة اللي بيستعملوها. يعني كوني بنتقد، بشتم، بسمي أسامي، بحذر، بخوف، كل دي، وده السبب اللي خلانا سميناها الأسلحة الفاسدة. بالظبط. دي أسلحة بابا وماما بيستخدموها، شايفين ان الأسلحة دي هتساعدهم يسيطروا على الموقف، لكن للأسف الأسلحة دي بترد في وشنا.